بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. هو كده طمطم مش باين بعد رمضان. دي المفترض انها كانت يعني خامس حلقة، اخر حلقة من السلسلة الرمضانية اللي رمضان بتاعها خلص من اسبوعين ده. ولكن ما كانش عندي وقت خالص في العيد ولا بعد العيد. كنت بظبط برضو شوية حاجات عشان انت عارف بقى بعد العيد وبتاع، ورمضان عدى هوا وبتاع. بس خلينا نكمل. حتى انا سبت الفانوس وبوجي وبتاع، ما رضيتش اشيلهم عشان الاجواء اللي بيتفرج على السلسله ما يتفصلش كده في اخر حلقه بعد ما الريبورت اتبعت. هل كده الدنيا خلاص احنا سلمنا ريبورت فيه الفولنربيلتيز وخلاص؟ لا، المفترض الكاستمر ده عنده سكيورتي، سواء شخص او اتنين او اكتر. اوكي، بيبداوا انهم يريفيو الريبورت ده ويشوفوا الفولنربيلتيز، يكونفيرموا الفولنربيلتيز دي ان هي فعلا موجوده، السيستم فولنربل بكذا كذا كذا. ده طبعا بعد ما الريبورت يكون او بعد او قبل عدى على المانجمنت، شافوا ده احنا عندنا كذا كذا كذا. طب يلا صلح. مين بقى اللي هيصلح؟ الديفلوبرز. لما بيجي بقى الدور للديفلوبرز، بيشوفوا الثغرات، بيبداوا يصلحوا اسس مع السكيورتي تيم بتاع الكاستمر نفسه، بين السكيورتي والديفلوبرز بتوع الكاستمر. ايوه، يساعدوهم يعني يفكسوا الفولنربيلتي اكتر بناء على ريكومنديشن الشركه بتاعت البنتست قدمته في الريبورت بتاعها. المفترض بقى لو السكيورتي تيم مش فاهم vulnerability مثلا، او مش عارف ايه ده، او مفيش security، فبتعمل دايركتلي مع ديفلوبر ما فهمش حاجه، فبيرجع لك بعد كده علشان تفهمه يعني الحته دي، vulnerability دي، القصه دي. بيفكسوا vulnerabilities. واوقات لو احنا مثلا شغالين مع بنك، اورجانيزيشن كبيره، حاجه زي كده، بيطول بقى النقاش في الحته دي شويه. يعني ايه ممكن مثلا تلاقي الكاستمر راجع لك يقول لك لا، السيفيريتي بتاعت الفولنربيلتيز دي مش مظبوطه. طيب، بندخل نري اسس السكور بالسي في اس اس، او الكاستمايزد سيفيريتي متريك اللي الشركه ايا كان هي بتتبع ايه. وبنشوف والله نزلت، ماشي هنزل لك السيفيريتي بتاعتها. ليه بيعملوا كده؟ لان اوقات مثلا لو عندك vulnerability media مثلا في مصر، البنك المركزي مثلا في البنوك ما بيقبلش ان هم يسيبوا حاجه اعلى من لو. يعني انت ممكن تسيب بوكس لو، ماشي، صلح بس الفولنربيلتيز السيفيريتي او الخطوره بتاعتها اعلى، بس اللو ماشي، خد وقتك فيها او سيبها. فاهم؟ جينا مثلا بقى للمرحله دي، دخلنا بقى الميتنج وعملنا ري اسس للسيفيريتي بتاعت الفولنربيلتيز. ممكن ننزل حاجه، ممكن نقول لا والله هي فعلا اهي ميديوم، هي فعلا اهي هاي، هي فعلا اهي كريتيكال، ايا يكن السيفيريتي بتاعتها ايه. ممكن برضو الكاستمر يقول لك لا دي مش بج. طب ليه دي مش بج؟ يقول لك والله عشان واحد اتنين تلاتة اربعة. ممكن تبقى من البيزنس سايد بتاعهم في الشركة دي intended by flow، بس انت عشان مش ملم 100% قوي بالتفاصيل بتاعة البرودكت او الاب، انت ما عرفتش ان دي تبع الاب او intended مقصودة ومحطوطة مش vulnerability، فطلعتها ك vulnerability، فبيبعت لك حاجة اسمها justification او تبرير. يعني مثلا في activity لسه حاصلة حاليا معايا انا، بعتنا ريبورت فيه حوالي 40 بج. لما جه الكاستمر بعت على 11 بوينت منهم لا دي مش بج اصلا. فانا عملت ايه؟ عمل لي تيبل كده، منشن لي، قال لي والله الفولنربيلتي مثلا 5، الفولنربيلتي 6، 7، 33، 34، بلا بلا بلا. قال ان هم مش vulnerabilities اصلا، واداني الجاستيفيكيشن، اداني المبرر لحاجه زي دي. فوالله انا وافقته على 9 بوينتس منهم، وفي 2 بوينتس قلت له لا ده ما يخصنيش، الجاستيفيكيشن بتاعك ده مش صح. وعملت ريبروديوس تاني وقلت له لا كونفيرمد، صلح دي تتصلح. طيب في حاله ان انا مثلا في vulnerability طلعت بالشكل ده ليها justification ومش vulnerability، بتعمل ايه؟ قدامك اختيار من الاتنين، والتاني اللي انا هقوله لك هو اللي بيحصل. الاولاني انها تتشال من الريبورت خلاص وتبعت له ريبورت جديد. التاني ان انا باجي على البج، عشان برضو يعني ده بيحصل في كيس ان انت شايف انها بج بس هو بيقول لك هي مش بج، فخلاص انت بتقول لي كده براحتك على مسؤوليتك الشخصيه. فبتعمل ايه في الريبورت بتاعك؟ بتروح تكتب على البج دي انها justified، وتمنشن او تضيف الجاستيفيكيشن للكاستمر او العميل بعتهولك. اوكي، بحيث لما الريبورت ده يتراجع من الهيئه اللي فوقيه او من ايا يكن هيتراجع من مين بقى، يقول لك ده في جاستيفيكيشن 1 2 3، هما بقى يعيشوا مع بعض.
اوكي، بس انت كبنتستر او كشركه البنتست لازم تخرج نفسك من الصوره اللي انا خليت مسؤوليتي بس، وبتحطها مثلا accepted risk او fixed بناء على الجاستيفيكيشن، fixed by justification مثلا، او fixed وبين قوسين justified، وهكذا يعني. خلاص الناس صلحت، الديفلوبرز صلحوا الفولنربيلتيز اللي طلعت في الريبورت وطلبوا ريتست. في بقى بعض الشركات بتبروفايد 1 ريتست فور فري، 2 ريتست فور فري. بعدين ريتست غالبا بياخد 1 مان داي، لو ريبورت زي اللي انا بقوله لك ده هياخد 2 مان داي في الريتست، بس بيبقى فور فري يعني. ده على حسب الشركات، في شركات ما بتقدمش ريتستس فور فري بس بتبقى مراعية في المان داي. يعني مثلا فلنقل ان المان داي ب$1000، اوكي، لا انت ما بسعرك ده لا قدم لي ريتست فور فري. طب مثلا المان داي ب$200، الارقام اللي انا بقولها دي مش حقيقيه يعني، بس بفرض على سبيل المثال. لا انت رخيص، فوالله لا، لو عايز ريتست انا ممكن مثلا احاسبك عليه بقى ب$100 المان داي، مش عارف ايه كده يعني. بتحصل بقى حاجات طريفه في الحته دي، ان مثلا ديفلوبر يريكوست ريتست، فانت تخش ريتست تلاقيهم ما عملوش حاجه، فبتطلع ريبورت ريتست برضو كل الفولنربيلتيز نوت فيكسد، فبيجي يقول لك ايه ده، لا نسيت اعمل بوش للابديتس في الكود في الاب مثلا، دي مش حاجه بتاعتك، دي مشكلته، فبتعد عليه كمان ريتست. ممكن مثلا يبقى صلح شويه ثغرات والباقي ما تصلحش، فبتطلع ريبورت الريتست بتاعك باللي اتصلح بتعمله فيكسد، ولما تصلحش نوت فيكسد فبيجي لك بالريتست راوند 2 او راوند 3 ايا يكن بعد كده عشان يكمل تصليح الثغرات دي. طيب بعد بقى الفلو اللي انا بقوله لك ده والدنيا اتصلحت والكلام حلو والريتستات راحت والريتستات جت، هل هنا بقى القصة كده خلصت بين الشركة دي والسايبر سيكيورتي بروفايدر او البنتست بروفايدر كسيرفيس؟ لا، هنا بقى بتبدا الكوميونيكيشن، لونج بروسيس كوميونيكيشن بقى. ليه؟ زي ما قلت لك في الحلقات اللي فاتت، مش متذكر في انهي حلقه بالظبط، بس ممكن يكونوا شارين مان دايز، هو مش شاري بنتست فور اب. يعني مثلا شركه واخده منك 100 مان داي، 100 مان داي دول مثلا على السايزنج هياخدوا فلنقل 7 ابس مثلا، 5 7 ابلكيشنز مثلا، اوكي، كل واحد مثلا ايه من 7 ل 12 او ل10 مان دايز مثلا. فانت بتبدا بقى تخلص الابس دي في اللي جاي، ويبقى في بقى ثريدز وكوميونيكيشنز، ودي اكتيفيتي ثريد لاكتيفيتي وثريد لاكتيفيتي، ممكن تالاين وتظبط اكتر من اكتيفيتي، اكتر من بنتستايل حاجه مختلفه في نفس الوقت، كل ده شغال عادي. طب لو مثلا شاري بنتستايا برقاب واحد، في الجانب الاخر مثلا عند الكاستمر بيقول لك والله الناس دي شغلها نظيف، 1 2 3 نبهونا لفعلا vulnerabilities فكويسين، اوكي. فبيجي لك بقى بعد فترة يقول لك والله احنا عندنا اكتيفيتي جديدة عاوزين نبدأ بنتستاية تانية، مش عارف ايه الكلام ده كله. ومن هنا بقى بتبتدي الرحلة بقى لبعد كده في الاكتيفيتيز اللي جاية يعني في البنتست. طبعا بقى المفروض بيبقى فيه يعني تكنيكلي بيتعمل بقى سيشنز بين الديفلوبرز بتوع الكاستمر والحاجات دي كلها، بيجمعوا فيها الليرند ليسونز، الاخطاء اللي عملوها عشان ما يقعوش فيها تاني والحاجات دي كلها. بس يعني عندنا في مصر ما شاء الله الحاجة دي ما بتحصلش. انت بتخلص البنتست تيجي بعده باسبوعين 3، المفترض بقى يعني لا مؤمن من جحر مرتين، يعني بتطلع نفس الثغرات برضه. ليه؟ لان الديفلوبر اللي كتبها هو اللي كتب الباقي. اوقات بنقابل كاستمرز صعبين فعلا، انت بتاخد الاب انت بتطلع vulnerability بالعافيه، وبتبقى بتعافر عشان تطلع اي واحده لو او ميديوم عشان حفظ ماء الوجه. لان يعني الكلين ريبورت هو مش عيب ومش غلط، يعني لو مفيش vulnerabilities ف هتعمل ايه؟ هتجيب له ثغرات منين في الابلكيشن؟ مفيش، فاهم؟ ولكن يعني آه حيث نشأت انا في القصه بتاعت البنتست دي، ده عار. يعني انا لو سلمت ريبورت كلين ده عار، دي وصمة عار ان انا اسلم ريبورت كلين اسمي فيه. فبحاول كده تحشر اي حاجه كده، تدعبس تديك ديب تدور اكتر. بس اوقات فعلا ممكن يبقى الاب صغير، كام اند بوينت بارامتر في فانكشناليتي اتضاف جديد فمفيش حاجه، فهتعمل ايه؟ خد ريبورت كلين. ممكن يبقى اب كبير جدا. من فتره كنت شغال برضو على حاجة كبيرة كده، مؤسسة كبيرة ليها اكتر من ابلكيشن، ففي اكتيفيتيز كان في ابلكيشنز معايا وابلكيشنز مع حد تاني وابلكيشنز مع حد تالت، واحنا التلاتة بنصوت الريبورتات اللي طالعة من السيستم كلها كلين يعني. يا طب وتسأل يا جماعة انتوا عملتوا بنتست قبل كده؟ يقول لك لا ده اول بنتست لينا، ده الابلكيشن ده اصلا لسه ما طلعش برودكشن.
ده احنا لسه بنجهزه عشان نطلع. يا عم ما شاء الله يا عم، انت خنقتني. في بقى شوية اخطاء اهمال بيحصل ممكن برضو بعد ما تسلم الريبورت. في حاجات بالسنين بالشهور ما بيتعمل لهاش الريتست بتاعها، الفولنربيلتيز دي مش بتتصلح. ما اعرفش ده راجع لايه بقى، اهمال او ان مفيش رقابة عليهم، مفيش هيئة فوقيهم، مفيش حاجة زي دي، مش عارف بالظبط. ولكن في ناس ما بتصلحش اللو والميديوم، اهم عندها حاجة تصلح الهاي والكريتيكال. في ناس شركات زي مثلا انثروبيك بتوع كلود، هو بيقول لك ان هم مش مهتمين يصلحوا الفولنربيلتيز والاخطاء اللي في البرودكتس والفيتشرز اللي طلعت، هم عمالين ينتجوا فيتشرز جديده. في كاستمرز برضو بالعقليه دي، اوكي، في ناس في شركات بالعقليه دي عادي، هو اهم حاجه يفضل ماشي سارح، اوكي، بيصلح الهاي والكريتيكال والباقي ماشي، نخلص بس اللي جاي في بريوريتي لحاجات تانية بس يا معلم. فمن اول مكالمة عشناها في السلسلة دي مع بعض، من اول البي او لحد بعد ريتستس كده، نقدر خلاص نقول ان الاكتيفيتي كلوزد، و نلقاكم في بنتستات اخرى بقى بعد كده. فعايز اقول لك برضو في الاخر ان السكيورتي بروسيس فول بروسيس هول بروسيس، مش مجرد اكتيفيتي او تول او تيستنج، لا ده فول بروسيس. انت بقى بالنسبه لك في الباج باونتي الموضوع بيبقى مختلف ليه؟ لان انت بتدور في الاب لقيت vulnerability بتبعت. اللي انا بقوله لك ده بقى بشكله يعني بيحصل بقى بين الترياجر والتيم الديفلوبرز، التيم بقى بتوع الشركه اللي مسؤولين عن البروجرام. الترياجر بيقول لهم والله في كذا كذا كذا، الشركه بتقبلها، بتروح هي بقى تصلح. بيبقى عندهم بقى سواء جيرا او حاجه، بيفتحوا تيكت، لا ده في vulnerability هنا فعلا، مش عارف ايه. القصه دي بقى والفلو ده كله بس. ودي كانت نهايه السلسله ونهايه الحلقه دي، واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا وفهمتوا، عرفتوا ازاي الفلو بيحصل، الفول فلو بتاع البنتست في الشركات، من اول البرشيز لحد الميتينجز لحد البريكوزيتس بريبريشن لحد الكاستمر كوميونيكيشن لحد بداية التست، ما بعد بداية التست، الريبورت، الريتست، القصة دي كلها. اتمنى يكون الموضوع واضح ومفيد، وان شاء الله الفترة الجاية بفكر كده نبقى نعمل كم حاجة مختلفة في التشانل. هنتكلم عن الاي اي بقى شوية، لان انا ملاحظ اننا ايه، مش مدينه حقه شويتين. في حاجات كتير فشخ بالاي اي، ناس كتير بتستخدم الاي اي بتاخد بيه بوست عالي قوي في شغلها، بتنتج بيه حاجات، بتجهز بيه حاجات. احنا محتاجين نتعمق في الحتة دي شوية. ده زائد طبعا السلسلة بتاعة الاوتوميشن اللي كنا بنعملها، في حلقة سكادجول من قبل رمضان. انت متخيل انا كل يومين كده بفتح سكادجولها اسبوع مثلا، اوكي، عشان بقول لا لسه دي مش تنزل دلوقتي، فهي غالبا هتنزل يوم 7 بقى ولا حاجة. يعني الفيديو ده هينزل يوم 3 مثلا، ويوم 7 بقى نبقى نشوف الموضوع ده. دي السمكة وادي الصيادة دي الشبكة. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، كونوا في حفظ ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.